بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو الاخير. ان شاء الله الفيديو النهارده هيكون بالتعاون مع قناه بينك تاتش. القناه دي حلوه جدا متميزه جدا جدا جدا، استفدت منها بطريقه مش طبيعيه. البنوته اللي بتعمل الفيديوهات اسمها مارجو، انا بحبها جدا وبقول لها من الفيديو ده انا بحبك جدا وبحب اسلوبك قوي. اسلوبها في التنظيم بتاعها حلو ومفيد جدا، يعني حتى لو انتي ما كنتيش حابة تنظمي وقتك هتنظميه عشان هي بتنظم وقتها. طريقتها حلوة قوي، طريقتها سهلة قوي. تصويرها حلو ومتميز. اتمنى تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعها ان شاء الله. هي هتعمل لكم جولة، تعمل لكم يعني زي فيديو مشتريات كده للعادات الجديدة بتاعت 2019. هتوريكم شوية حاجات هي جايباها عشان تغير بيها عاداتها ل 2019. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، هتلاقوا لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس او في التعليق المثبت، وهتلاقوا كمان قناتها. اتمنى تروحوا تتواصلوا معاها وتقولوا ان انتوا جايين من عندي وتعملوا لايك للفيديو ده كمان. ويلا بينا نخش في الفيديو. الفيديو دوت يا بنات بيتكلم عن جولة في ادوات البلانر بتاعي. في بنوتة آية صاحبة القناة بتاعت آية خالد، او اي تي في. بحبها قوي البنات دي. طلبت مني ان انا اعمل لكم جوله في البلانر. صراحه في ناس كتيره جدا طلبت مني نفس الطلب، فانا ما اقدرش ابدا ابعد عنكم ولا ارفض لكم اي طلب. انا في عز امتحاناتي وبعمل لكم والله العظيم الفيديوهات. هوريكم بالسريع قوي ايه اللي موجود عندي. اول حاجه هوريكم من الستيكرز، الشتات الستيكرز اللي هي الكبيره. تمام. دول الشتين دول ده قلب كده، ده شكله. ودي نجوم انا كنت شارياها من الجروب بتاع آية، سوري بتاع جهاد، اللي هو جروب جوجا. دول انا كنت شارياهم من مكتبة عادية جدا. ده شكلهم. ديت كانت جايلي كادو من شيماء، من جروب شيماء. ودي انا كنت شارياها، شكله حلو قوي. تمام. وده كمان يشبه ده جدا، يعني في الحركات بتاعه كيتي اللي هي عاملاها. بحب كيتي قوي عشان كده تلاقيني اشتريها ليها كذا حاجه. وطبعا ده ورد. آه، اهو شكله حلو جدا برضو. ده كده الستيكرز اللي هي الشتات الكبيره. في ستيكرز تاني. هبدا بالحاجات الصغيره ديت. ده البوك دوت انا عامله فيه دبابيس المكتب ودبابيس الورق ديت. تمام. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. تمام. ده شكلها بحبها جدا وبحب استخدمها جدا في البلانر، بيبقى شكلها متميز. او انك بتمسكي بيهم رزمة ورق كبيرة بتبقى حلوة قوي يعني. بعد كده هوريكم دول. هو انا فتحتها غلط كالعادة. دول الدبابيس اللي هي ملونة بالشكل دوت، اللي انا عملت بيها الدبابيس اللي هوريها لكم دلوقتي. تمام. انا كنت شاريها من عند الجامعة. ودول برضو دبابيس كده زيهم. دي علبة تالتة من دول. انا حطيت فيها الواشي تيب اللي انا حابة استخدمه الفترة دي، لان انا عندي برطمان كبير من الواشي تيب الصغير. هوريكم البرطمان اهو، ده اللي انا كنت جايباه من عند شيماء. هوريكم كده اشكال الواشي تيب اللي موجودة، اشكال يعني عشوائية اهو. تمام. وفي دوت. تمام. وفي ده كمان حلو قوي. وفي اللي هو الشموع دوت رائع. وفي دوت بصراحة مش عارفة احدد ده ايه، مش عارفة اشكال ايه اللي عليه، بس هو شكله حلو. ودوت كده عليه كيتي صغنونة خالص، حلو قوي. وده برج ايفل برضو حلو جدا، وده لسه متكرر دلوقتي معانا. تمام. انا حاطه موزعه من البرطمان ده على كتير، موزعه هنا، حاطه هنا كده. ودول طبعا دول الواشي تيب، دول هوريهولكوا برضو. دول الواشي تيب ده كان جايلي هديه من جوجا، واللونين دول كانوا عندي، فهي كملت لي طقم يعني حلو قوي وبحب الالوان بتاعته. من ضمن ادواتي كمان الخرامه دي بحبها قوي. ان شاء الله هيبقى فيه خرامات منها كتير. طبعا دي بريه حطاها جوه، ودي برضو اشكال من الواشي تيب. انا يعني حبيت ان انا اوزعهم في كل مكان عشان يبقوا قدامي على طول وما يغيبوش عني. تمام. ده الواشي تيب اللي هو الكبير، انا حطاه في دي طبعا زي ما انتوا بتشوفوا
في الديكور بتاع المكتب اللي انتوا شفتوه في الفيديو اللي قبل دوت. تمام، دول كده. طيب الاقلام بقى وكده، او قبل ما اوريكم الاقلام هوريكم انا عملت ايه بالدبابيس دي. تمام، اول حاجه عايزه اوريها لكم ان انا عملت دول. تمام، عملت تاني، عملت ده كمان، وعملت ده كمان من الدبابيس دي. حلوه جدا. طب لو انتوا عايزين تعرفوا طريقه عمل الدبابيس دي اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله اعمل لكم فيديو مفصل عنها وازاي ان انت تعملي دبابيس البلانر. سهله جدا وبسيطه. هنا بقى انا عملت دول بقى، عملت الفيونكات دي، لقيتها غاليه قوي على النت، فقلت انا بعرف اعمل فيونكات وبحب طريقه عملها، فقلت ايه ليه ما اعملهمش واركبهم في البلانر بتاعي. عايز اقول لكم ان هما بيبقى شكلهم خرافه. تمام. آه دي كده الاقلام اللي جات لي من الاقلام دي حلوه قوي يا بنات، حلوه قوي 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 قوي، استخداماتها كتير قوي. ممكن تستخدميها للتلوين، دي اللي جات لي مكتبه المنار. ممكن تستخدميها للتلوين، ممكن تستخدميها للهايلايت، ممكن تستخدميها للكتابه في البلانر، كتابه للعناوين الرئيسيه، حاجات كتير جدا جدا. فانا مبسوطه جدا بيهم. تمام. اوريكم ده جواه ايه. ده جواه الستيكرز بتاع اللي هو البوكلت بتاع الستيكرز بتاع سبيس بتاعت السنه اللي فاتت. تمام، انا لسه محافظه عليها وحابه استخدمها ان شاء الله السنه دي. في عندي دستة الاقلام ديت اللي مع جاف الوان. في شويه حاجات بقى كده، وفي فواصل، والفواصل التانية كيوت قوي اللي انا كنت جايباها برضو من عند شيماء، شكلها كيوت جدا يعني، وانا بحبها قوي. من كتر حبي فيها مش قادره استخدمها. فدي حاجه مش حلوه خالص انك تشتري حاجه وما تستخدميهاش يعني، فعلا حاجه مش لطيفه. ده بقى فيه ايه الكبير ده، انا هوريكم واحده واحده. اول حاجه فيه واش تيب كتير قوي من الكبير ده كده. الواش تيب ده اللي كنت جايباه من جوجا. تمام، ده اللي كنت جايباه من الفجاله، وده طبعا الباقي منه. تمام، لسه بتوع جوجا ما استخدمتهمش، شايلاهم يعني عشان اغير فيهم. عندي النوتة دي، النوتة دي اللي كانت جايالي من مكتبة المنار. عندي ايه تاني، عندي ستيك نوتس اشكالهم حلوه. دي الستيك نوتس جايالي من مكتبة المنار. دي الستيك نوتس اللي انا شارياهم من عند جوجا. لا مش من عند جوجا، دول انا شارياهم من عند شيماء. ودول اللي معايا من قبل كده، بحبهم جدا، الوانهم فظيعه يعني. اهم حاجه في الحاجات دي الالوان. ده برضو كان جايلي كنت جايباه لا كان جايلي من مكتبة المنار. اسفه لو كنت بتلخبط، بس يعني بحبهم قوي الحاجات دي يا بنات، بعشقهم. دي ستيك نوتس كبيره، دي ستيك نوتس تانية. دي الفواصل. دي الاظرف اللي انا كنت عاملاها معاكم في القناه. سوري. ديت التودو ليست بتاعت مفكرة بتاعت السنة اللي فاتت، لسه محتفظة بيها وما استخدمتهاش. ستيكرز بقى، ستيكرز دوت كان جالي هدية من مكتبة جوجا، من جروب جوجا. انا كنت اختي كانت شاريهولي. ودول كده بتوعه، واحدة فيهم بتاعت مدونتي الدراسية، واحدة فيهم بتاعت مفكرة السنة اللي فاتت. تمام كده. كده انا وريتكم دول تقريبا كده، كل ده كده تمام. هنا بقى فيها ايه، هنا كده فيها بقيه الستيكرز اللي انا بستخدمه. قصه من الستيكرز دوت وحطاه في البلانر بتاعي. تمام. في ستيكرز تاني اللي هو الشكل ده، في ستيكرز تالت اللي هو الشكل ده. عندي انواع كتير قوي من الستيكرز. بحبهم. الكوستر بتاع سبيس شايلاها محتفظه بيها. تمام. معايا الاظرف الصغيره دي حلوه قوي. معايا اشكال ستيكرز تانية مش ما اعتقدش خالص اني هشتري ستيكرز السنه دي، ما اعتقدش نهائي يعني.
اذا ده لو اشتريت كان هيبقى الطفل مني يعني، اذا انا شاريه. حتى ده شايفين شكله سو كيوت، مع اني مبحبش الكلاب بس هو سو كيوت بجد. تمام. ايه تاني ممكن تشوفوه يا بنات؟ عندي فواصل تانية اهي، وعندي دوت كمان شكله حلو قوي، طيران شكله حلو جدا. آم، عندي الستيكرز دوت، ده شيء كبير، وده في منه من ظهره برضو تاني، وفي ده، وفي ده. تمام. في نوع ستيكر تاني بس ده بقى اللي انا طبعاهم، عامله لهم طباعه، جايباهم من على موقع بنترست وطبعتهم. تمام. اهمت كنت مقصقصه منهم وسايباهم عشان بلزق منهم على طول، حلوين قوي. بس ان انتي بتقصقصيهم وبتلزقيهم يعني، ف حلوين في كده، في ان انتي بتقدري تستخدميهم زي ما انتي حابه في الوقت اللي انتي حباه. دول كده حاجتي اللي معايا. يا رب يكونوا عجبوكم، يا رب اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شير وسبسكرايب للقناه. وما تنسوش كمان ان انتوا تروحوا عند بينك تاتش مارجو وتسلموا لي عليها وتقولوا لهم ان انتوا جايين من عندي، تقولوا لها ان انتوا جايين من عندي، وتتفرجوا على الفيديو بتاعها. ان شاء الله تعجبوا بالقناه بتاعتها جدا وتبقوا سعداء وانتوا بتشوفوا الفيديوز بتاعتها. يلا، السلام عليكم.